مساء الورد والفل والياسمين كل سنه وانت طيبه. العيد النهارده عيدنا، والنهارده قلنا نغير شويه ونروح لمول. انا طبعا جدتي واصحابي لسه هيحصلوا. كل سنه وانتم طيبين. ورحنا الملاهي اللي في مول الجامعة. هي جميلة وكل حاجة، بس هي العربيات هنا ما كنتش تعرف تتحكم برضو في الدريكسيون بتاعها، لانها يعني زي ما تقول ايه، عايزة ان لفة خفيفة جدا، فانا ما كنتش فاهمه لها قوي، ولا انا ولا زوزو بصراحة. بس ركبنا وبرضو حاولنا نبسط العيال وكانوا فرحانين جدا. وزي ما انتم شايفين قضينا العيد بالطول والعرض. وبرضه خروجة اليوم ده فرقت كتير جدا. يعني مش عشان العيد وبس، يا ريت الواحد يحاول يبسط نفسه بأي طريقة. يعني الخروجة بتفرق جدا جدا، تغيير المود، شيل الهموم. طبعا ما فيش دلوقتي مرتاحة من كل حاجة، فلما تخرجي يوم اكيد هتفرق معاكي كتير، وتخرجي ولادك برضو. وطبعا يعني زوزو كانت خايفه تركب العربيه، ما كانتش عايزه تركبها خالص، بس انا اللي ترجدها بصراحه انها تركبها معايا. وهو يوم وعدى وكان جميل، قعدنا نضحك كتير وفرحنا شويتين، والحمد لله ان العيد قضى. انا اصلا ما عرفتش انزل لكم الفيديو لاني انا مشغوله، ومشغولات العيد بقى انتوا عارفين، طبيخ، والعيد ما بيخلص الطلبات بتاعت العيال. بس كان يوم حلو، كان يوم جميل جدا جدا. يا ريت برضو نحاول ان احنا نخرج على قد ما نقدر، لان الخروجه دي بتفرق جدا جدا. ومن الالعاب اللي كانت جميله واللي عرفنا بقى نركب عمر مع جنى القطر. بصراحه اللعبه هناك كانت جميله، والعيال بتفرح قوي بابسط حاجه. يعني اللعبه هناك كانت ب25 جنيه، بس كانت جميله. كل طفل، يعني انا سألته هنا على ممكن جنى وعمر يركبوها مع بعض، قال لي عادي. وركبوا القطر، والقطر برضو يعني من الحاجة المفضلة للأطفال، لأنه هادي ما بيخافوش منه ولا أي حاجة. وهي فضلت فرحانة وعمال هي يعني ايه سايقة. هو طبعا بيمشي بالكهرباء، وعموما أهم حاجة انبساط الأنسة جوجو، كانت فرحانة جدا. وطبعا أخدنا شوية صور برضو هناك حلوة قوي، هوريها لكم برضو وتقولوا ايه رأيكم في طقم الأستاذة جوجو. على فكرة بيبقى ذوقيات، هي بتحب قوي 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 تختار لبسها بعناية، وذوقها حلو. يعني انا بصراحة بيعجبني برضو ذوقها في اختيارها لبسها. يعني انا بنقي كام طقم كده، هي اللي بتختار الاساسي، هي اللي بتقول لي ده يا مامي، واختياراتها حلو. زي ما انتم شايفين بقى، هي بصوا الدركسيون ما ادتوش لعمر خالص، مسيطرة يا جنى. زي ما انتم شايفين، بصوا شوفوا عموري، هو عمر قد جنى بالظبط في الدراسة، لكن جنى اكبر منه بسنة. بس ايه بقى، يعني بيهودها على قد عقلها، يعني ما شاء الله عليه. بسببها هي اللي ماسكه الدركسيون، طول ما هي مش هي اصلا القطر بيمشي لوحده، بس هي عامله نفسها ان هي اللي بتسوق. يعني شايفين التسلط والتحكم. بس اهو يوم وعدى يا جماعه، كان يوم جميل جدا جدا. مش مهم انت هتخرج فين، المهم هتخرج مع مين. الخروجه الحلوه تتحسب مع الناس الحلوه اللي بيقدروك ويحترموك ويخلوك تحب الوقت اللي انت بتقضيه معهم. وانا فعلا احلى اوقاتي ما بقضاش الا مع زوزو واصحابي بصراحه. يعني طبعا رشا ما عرفتش تيجي، ولا هي ولا بسمع، عشان كان وراهم ضغط الامتحانات بقى، انتوا عارفين التقييمات، الله يكون في عون كل اما اللعبه التانية اللي لعبوها عمر وجنى تقريبا لعبه الكروكيت. انا ما اعرفش اسمها بالظبط لاني اول مره اشوفها بتتلعب، بس كانت لعبه جميله وظريفه. واحنا قعدنا نشجع بقى انا وزوزو عمر وجنى، هي جنى اول مره تلعبها، بس اللعبه كانت جميله جدا. هما الاتنين قعدوا يلعبوها وكنا عاملين نشجع. النتيجه النهائيه كانت 6-2 لصالح عمر. اول مره تلعبها بقى يا جماعه.
بس يعني هي اللعبه كانت جميله، كنا عاملين نشجع بضمير انا وزوزو، هي تقول يلا يا عمر وانا اقول لها يلا يا جنى، وخلصت اللعبه وقعدنا نتفرج شويه على بقيه الالعاب. زي ما انتم شايفين بصوا كل حاجه مرتبه وجميله على اساس اسعاد الطفل. هناك احنا استمتعنا بالوقت وهدوء تام. وطبعا العيد ما يحلاش من غير الصور، وفي مول الجامعة بصراحة ما تحلاش الا الصور. شايفين المناظر هناك كانت تحفة، ولا الامن والنظام والانضباط كان جميل جدا. واديكوا شفتوا الطقم بتاعي وبتاع الانسة جنى، ودي عيلتي الجميلة. طبعا كنت فرحانة جدا ان ابني فتحي جه وحضر معايا العيد، وجوجو وباسم وكل العيلة كانت موجودة. بس ابني الكبير بقى ملحقناش في الصور بصراحة، احنا خدنا شوية لقطات كده كان قبل ما هو يجي، حبة صور كانوا حلوين جدا. عيلتي الجميلة ربنا يسعد كل واحد ويفرحه. طبعا كل واحد بيتمنى في العيد ان هو يسعد نفسه، حتى في الاوقات الصعبة اللي احنا فيها دي كل واحد بيتمنى ان العيد يعدي على خير، والحمد لله انه عدى، واشكر ربنا، وكل سنة وانتم طيبين. بشكركم جدا على الكومنتات الجميلة اللي جات لي والمعايدات الحلوة اللي جات لي في العيد، وبشكر كل حد حاول يتصل بيا، وبتأسف طبعا على اللي بيبعتولي على الواتس، مش كل حد بعرف ارد عليه علشان الوقت طبعا في العيد الواحد بيكون مشغول. بشكركم جدا على متابعتكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك بالقناة. وبجد كنت بتمنى ان اليوم ما يخلص، لكن الوقت الحلو بيعدي بسرعة. وما جيت روحت كنت بصوا فرحانة قوي وانا بتفرج على الشارع والناس اللي خارجة فيه وفرحانين، تحس بالعيد. كان يوم حلو وجميل. وده طريق العودة بقى للبيت، كنت زعلانة قوي والله وانا مروحة، بس الحمد لله العيد مر كان بسلام، والقعدة كانت جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين ده طريقي للبيت بقى وانا مروحين. كنت زعلانة قوي والله وانا مروحة، بس هنعمل ايه، الوقت الحلو بيعدي معاكم بسرعة. انا كنت فرحانة قوي قوي يوم العيد ده ان انا وخرجت مع اولادي واتجمعنا، وكانت قاعدة جميلة جدا كانت ناقصاكم. بس اديكوا هتشوفوا لقطات من العيد. وطبعا الواحد مهما اقول لكم انا كنت تعبانة جدا جدا في اليوم ده، اني مش عارفة انام من اللحظة الحلوة دي. انا كنت اصلا فرحانة قوي لدرجة ان انا لما روحت كمان ما نمتش، رغم ان انا كنت صاحية من يوميها من بدري جدا. بس هو اللحظة الحلوة لازم تخطفها كده من الدنيا. بشكركم جدا جدا على متابعتكم، وارجو اني اكون لخصت لكم جزء حلو كده اسعدكم. بشكركم جدا، تحياتي لكل متابعين.